السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا اله الا الله وحده لا شريك له. النهارده بقى معايا اسعار جميع انواع الطيور، وباذن الله ان شاء الله تستفادوا من الفيديو النهارده. لكن قبل ما ندخل على محتوى الفيديو، اضغطوا لي لايك للفيديو كده، جميل منكم عشان يشجعني انزل لكم الاسعار دايما. وبعتذر على الناس اللي بتسالني على الاسعار بدري وبتاخر عليكم شويه، معلش والله غصب عني، لاني ببقى بوزع الصبح وببقى مستنيه لحد ما اخلص توزيع خالص عشان اجيب لكم كل الاسعار مظبوطه وتماما زي ما انا بعت. اول حاجه كده عايزه اقول لكم ان خبر الارتفاع العلف ده حاجه، يعني حاجه فظيعه جدا. واستنوا مني ان شاء الله بعد ساعتين من الفيديو ده، لما هنزل لكم فيديو تاني باذن الله بالتوقعات الايام اللي جايه ان شاء الله في صناعة الدواجن. يعني التوقعات اللي هي هتحصل والمفروض هتحصل زي ما قلت لكم قبل كده، واللي انا قلته حرفيا حصل الفترة اللي فاتت. اول حاجة كده نبدأ بسعر كتكوت الابيض الاهالي. سعر كتكوت الابيض الاهالي النهارده كان عامل 18 جنيه للاسف الشديد. المفروض يبقى فيه نزول يعني اكتر من كده. المفروض الكتكوت لا يتعدى على 6 جنيه الاهالي ده، لكن طبعا جشع شركات الكتاكيت عميها تماما. فكتكوت الابيض الاهالي النهارده عامل 18 جنيه، وكتكوت الشركات النهارده واللي كان بادئ من 19 لحد 24 جنيه، وفي شركات اعلى من كده كمان. الكتكوت البلدي المشعر النهارده كان عامل 7 جنيه وربع. البلدي الحر النهارده 5 جنيه ونص. البلدي الهجين النهارده واللي نزل ل 8 جنيه ونص. رزي فرزي برابر النهارده 8 ونص، ورزي على وشه النهارده ب 9 جنيه، ورزي فرزي ديوك النهارده 11 جنيه. جميزه بيور النهارده 19 جنيه، وجميزه للبيض 12 ونص. ساسو شفر النهارده 16 جنيه، وساسو جيل تاني النهارده 12 جنيه ونص. اما بالنسبه لاسعار الرومي، سعر كتكوت الرومي النهارده عمر يوم بلدي عامل 20 جنيه، وبرونزي عامل 21 جنيه. اما بالنسبه لاسعار البط النهارده، مسكوفي ار 41، مسكوفي ار 41 النهارده 30 جنيه، مولر محلي 30 جنيه. الفرنساوي والبكيني اللي نزل جدا النهارده، فرنساوي بيورو النهارده عامل 20 جنيه، وهيبدا ينزل اكتر من كده كمان. اللي مش مستعجل ما ينزلش دلوقتي. بكيني النهارده عامل 14 جنيه. سعر البكيني العاده النهارده 14 جنيه. الشروفان النهارده عامل 18 جنيه. فالاسعار طبعا البط ده بدات تنزل. المفروض ان المسكوفي والمولر يكون نزل اكتر من كده كمان. طبعا كل اللي على العربيه ده مسكوفي ار 41، والبوكس التاني اللي هوريها لكم دلوقتي مولر محلي. تمام. اما بالنسبه بقى لاسعار التنفيذ النهارده، تنفيذ الابيض، دي الصدمه يعني بالنسبه لنا، ان تنفيذ الابيض النهارده 70 جنيه للكيلو. يعني الفراخ البيضاء النهارده 70 جنيه. مفيش سحب في الكتاكيت دلوقتي، مفيش سحب في الكبير، يعني مفيش حد بيشتري كبير ياكل، وده اللي هتكلم فيه ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. طيب دلوقتي 70 جنيه من المزرعه. ناس هتقولي العلف وصل 25,000، طب 70 جنيه ازاي تنفيذ؟ هقول لكم كل ده باذن الله في الفيديو اللي جاي. طيب بتتباع في المحلات المفروض 75 جنيه الكيلو، ولما نزلت المحلات لقيت 75 و77 و80 جنيه اعلى سعر الكيلو الفراخ البيضاء في المحلات، لكن هو بيطلع من المزرعه النهارده ب 70 جنيه الكيلو. اما بالنسبه لفراخ الساسو واللي رفعت جدا جدا، وسعر فراخ الساسو 115 جنيه من ارض المزرعه، وبتتباع للمستهلك ب 125 جنيه. اما الفراخ البلدي النهارده 120 جنيه تنفيذ من المزرعه، وبتطلع للمستهلك ب 130 جنيه في المحلات. وسألت طبعا على الأسعار لقيتها كلها 130 جنيه. أما بالنسبة للفراخ الفيومي ورز النهارده 117 جنيه تنفيذ، وبتطلع للمستهلك ب 127 و 130 جنيه سعر البلدي بالظبط. أما الرومي الأسود النهارده 95 جنيه تنفيذ، وبيتباع في المحلات ب 105. الرومي الأبيض النهارده 90 جنيه تنفيذ، وبيتباع في المحلات ب 100 جنيه الكيلو. الأرنب النهارده 90 جنيه تنفيذ، وبيتباع في المحلات ب 95 جنيه. البط البلدي النهارده او السوداني تنفيذ 110 جنيه للتاجر، وثابت بقاله اسبوع، وبيتباع في المحلات ب 120 جنيه. البط المولر اللي رفع ل 95 جنيه تنفيذ، وبيتباع في المحلات ب 105. البط البكيني او الفرنساوي النهارده 90 جنيه تنفيذ، 80 جنيه تنفيذ، وبيتباع في المحلات ب 90 جنيه. ورفع كمان شويه، يعني هو كمان شويه رفع البط طبعا عشان احنا داخلين على موسم رمضان، كل سنه وانتم طيبين، فاسعار البط بترفع اكتر، واسعار الرومي كل الذبح هيرفع اكتر من كده كمان. طيب بالنسبه بقى لاسعار المسكوفي النهارده وصل 95 جنيه تنفيذ في البورصه، وبيتباع في المحلات ب 115 و 120 سعر البط البلدي بالظبط. لما سالت في كل المحلات بيبيعوه سعر البط البلدي.
اما بالنسبه لاسعار البيض واللي رفعت النهارده، طبق البيض النهارده 109 جنيه البلدي من ارض المزرعه بيتباع للمستهلك ب 120 جنيه، وطبق البيض الاحمر النهارده اللي رفع ل 103 من ارض المزرعه وبيتباع للمستهلك ب 115 و 120 جنيه. طبق البيض الابيض النهارده اللي قفل 100 جنيه بعد ما كان نزل ل 96، والنهارده من ارض المزرعه ب 100 جنيه وبيتباع للمستهلك ب 110. طبعا كده في ارتفاع في اسعار البيض، ولسه اللي جاي هيبقى اسوأ واسوأ من كده كمان طول ما العلف بيرفع. اما بالنسبه لاسعار العلف، طبعا اقل سعر علف دلوقتي في السوق بقى 23,000 جنيه للطن، يعني اقل سعر علف في السوق هتلاقوه قطاعي النهارده لانهم بياخدوا جنيه ونص على الكيلو، فهتلاقوه ب 24 ونص. طبعا في اعلى من كده اعلاف، وفي اعلاف عدت ال 25,000 جنيه، وتقريبا كده الطريق ماشي ل 30,000 جنيه سعر طن العلف، مع ان قالوا ان في افراجات تمت امبارح واول امبارح على خامات العلف، فالمفروض السعر ينزل. العلف حرفيا بيزيد 1000 جنيه كل يوم، من يوم ما انا بعت الفراخ بتاعتي بقالي كل يوم بيزيد 1000 جنيه